السلام عليكم. أنا اسمي ماهينا غنيرة من جمهورية طاجكستان. ولدت وأنا مصابة بالتشوهات في قلبي، وكان قلبي ضعيفا جدا، وكنت أتألم بشدة ولا أستطيع اللعب مع الأطفال. وعندما بلغت الخامسة من عمري أتى فريق طبي يتبع مؤسستكم الخيرية يجروا لي عملية رغم صعوبتها، وقاموا بعلاجي. وها أنا اليوم عمري 7 سنوات واقف أمامكم أحمل قلبا معافي وحياتي جميلة. ولذلك أريد أن أقول شيخ محمد بن راشد المكتوم شكرا لك. أنا هنا اليوم معكم بفضل الله تعالى وبفضلكم، وجزاكم الله خيرا. الجراح الإماراتي الذي أجرى واحدة من أجمل اللحظات وأجمل الصور. هنا القلب الكبير والقلب الصغير، لقطة للعالم بأسره، هي الإمارات. مع فريق نبضات سافرنا طاجيكستان، وفريق الطبي أجرى العملية هناك. كنا 30 واحد. الحملة الثانية هاي جريناها قبل شهرين. هاي العمليات تجرى في أول سنة، السنة الأولى والسنة الثانية مقسمة، هي 5 سنوات. فالقلب كان ضعيف ومتأثر يعني. بس الحمد لله احنا بدعم من المؤسسة، بدعم والهيئة الصحة. شكرا من القلب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فأنت فعلا قلب الإمارات النابض. شكرا لمبادرة نبضات التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والتي تهدف لعلاج الأطفال المصابين بتشوهات خلقية في القلب. إن شاء الله بدعمكم خليهم مبادرة رقم 1 عالميا إن شاء الله. الله يبارك.